لو انت مفكر انك بتسكرول على تيك توك او السوشيال ميديا عشان انت زهقان او عشان تسلي وقتك فانت غلطان. السبب الحقيقي انك بتهرب من حاجه جواك، خوف، عدم وضوح، او احساس انك مش عارف تعمل اي حاجه في حياتك. نفس الكلام ده كان بيحصل معايا من قيمه شهرين او شهر ونص. الحقيقه متوسط الوقت اللي كنت بقضيه على التيك توك كان 7 ساعات. متخيل 7 ساعات؟ ده نص يوم. يا نهار ابيض، انا لحد دلوقتي مش متخيل انا كنت بضيع الوقت ده ازاي على السوشيال ميديا. بس لما واجهت نفسي وسألت نفسي أنا ليه بهرب، السؤال كسرني. لقيت إن أنا بهرب من إحساس إن أنا كنت خايف إن أنا ما أقدرش أعمل الحاجة اللي أنا عايز أعملها، اللي هي إن أنا أعمل فيديوهات. كنت خايف إن أنا أفشل، كنت خايف إن أنا ممكن ما أعرفش أعمل حاجة. بس مع الوقت اتضح إن الإحساس ده كان كله كذب ومش حقيقي. اللي أنا عايزك تعمله النهاردة إنك تسأل نفسك السؤال ده: هو أنا بهرب من إيه؟ ساعتها بس لو اكتشفت السؤال ده مفيش حاجة هتعرف تكسرك. بس خد بالي انك تكتشف الإجابة دي مش حاجة سهلة خالص، دي حاجة صعبة جدا، لأنك بتواجه حياتك، بتواجه نفسك، بتواجه المشاعر المدفونة جواك. ليه أنا كمثال، أنا لما جيت أواجه نفسي بصراحة مش عايز أقولها، بس قعدت أضرب نفسي وأشتم وأذي نفسي بصراحة عشان ألاقي السؤال ده. دي كانت أصعب حاجة عملتها في حياتي، لأني كنت بواجه نفسي، بواجه الحاجات الموجودة جوايا وأنا خايف أطلعها. إذا كان خوف، إذا كان إيجو بقى أو الكلام ده، فدي أصعب الحاجات اللي أنت ممكن تعملها خالص. صدقني أنت مش حاجة سهلة إن أنت تواجه نفسك. الكلام اللي بقولك ده يبان إن هو سهل، أنا هسأل نفسي أنا هربان من إيه، بس لأ، دي حاجة صعبة جدا، محتاجة إنك فعلا تكون صادق مع نفسك، فعلا تكون صادق، مش تسأل سؤال وخلاص. بس صدقني لو لقيت الإجابة مفيش حاجة هتعرف تكسرك في الحياة دي. عشان كده هديك أفضل 4 خطوات تبطل تضييع حياتك بيها على السوشيال ميديا. رقم 1: شيل التطبيقات من الشاشة الرئيسية. انت لما تفتح التليفون وما تلاقيش التطبيقات قدامك، عقلك مش هيعرف ياخد القرار بسرعة زي ما هو كان متعود، فممكن ما ياخدش قرار أساسا. 2: حدد وقت تقضي فيه وقتك على السوشيال ميديا. بدل ما تقضي طول اليوم على السوشيال ميديا، حدد وقت مثلا من الساعة 8 للساعة 9 بالليل. ده هيخليك ملتزم أكتر، لأنك عملت مكان وعملت وقت. بيخلي الدماغ والعقل يعرف يتخذ قرار صح. 3: ودي أهم حاجة، بدل العادة دي بحاجة مفيدة. بدلها بقراءة، إنك تكتب مثلا، إنك تجري، إنك تتمرن مثلا. لأن العقل البشري مش بيعرف يتخلص من عادة ويسيب مكانها الوقت ده إن تعمل بيه مزاجه. أنت لما بتتخلص من عادة، العقل البشري بياخد العادة يحطها مكانها. فأنت ممكن لما تتخلص من العادة دي تخش في عادة سيئة تانية، فخليك واعي وبدل العادة دي بحاجة مفيدة. 4: ودي بعتبرها تاني أهم حاجة بعد إنك تبدل العادة، حول لون الشاشة للون الرمادي. أنا عارف إنها تحس إنها حاجة سخيفة جدا ومش حاجة، بس حرفيا الحاجة دي غيرت حياتي حرفيا. أنا لما عملت الخطوة دي السكرين تايم بتاعي لما كان 7 ساعات بقى 2 ساعة، ساعة، نص ساعة. حرفيا غيرت حياتي. إيه ده؟ النهارده بخطوة واحدة بس، مش لازم تعمل ال4 خطوات كلها. واسأل نفسك السؤال اللي أنا قلت لك عليه: أنا بهرب من إيه؟ صدقني لو اكتشفت السؤال ده مفيش حاجة هتعرف توقفك. آخر حاجة، استعمل السوشيال ميديا كأنك كأداة مثلا تتعلم منها. استخدمها كأداة مش مجرد هروب. لو عجبك المحتوى ده بليز اعمل سبسكرايب وشير عشان الرسالة دي توصل لأكتر عدد من الناس عشان يستفيدوا منها. شكرا للمشاهدة.